لو عندك كده ربع كيلو من اللحمة المفرومة وعندك بطاطساية زي كده، تعالي نحط الربع كيلو لحمة مفرومة في الكبة، عليها بطاطساية وعليها بصلاية وعليها كمان، بقولك ايه، ما تيجي نلم كده كل الخضار وهاتي كبتك وتعالي نشوف هنعمل ايه بربع كيلو لحمة مفرومة. عايزة اقولك هنعمل بيه وليمة تغدي البيت كله، جوزك هيدعيلك بجد تحفة وتنفع معاكي كمان في العزايم. سمي بالله وصلي على الرسول ويلا بينا في الوصفة على طول. اول حاجة حبيبتي زي ما انت شايفة كده، في الكبه بتاعتنا حطيت نص قرن فلفل اخضر على بصلتين كده حلوين زي ما انتم شايفين، متوسطه او بصلايه كبيره. هنزل كمان بنص قرن من الفلفل الاحمر بالشكل ده اللي هو الفلفل الالوان، او اي نوع فلفل عندك. كمان عندي هنا بقى بطاطسايه اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي، بطاطسايه حلوه كده، وهبدا اني انا خدتها طبعا قشرتها وغسلتها وبشرتها، وهحطها زي ما انتم شايفين عصرتها كويس قوي، وهبدا اخد ايه البشر بتاع البطاطس احطه في الكبه وافرمه زي ما انتم شايفين. يبقى فرمت هنا البطاطس المبشوره مع البصل مع الفلفل. هبدا بعد كده زي ما انتم شايفين كده هنزل بربع كيلو اللحمه المفرومه بتاعنا بالشكل ده، وهتبداي تضربي هنا بقى اللحمه مع البصل والفلفل وكمان البطاطس المبشوره، وهتبداي هنا لحد لما تحسي ان الخليط بدا يكون ناعم معاكي. احنا عايزين خليط الكفته او خليط اللحمه بتاعنا يكون يعني متجانس كده في بعضه، ويكون ناعم معانا، ما يكونش في قطع كده علشان ما تضايقوش او تضايق الولاد وهم بياكلوا. بس كده كده وزي ما انتم شايفين الخليط كله مع بعض ده جانس معانا وبقت زي الفل. هبدأ بقى هنا انزل بالخليط بتاعنا اللي فرمناه ده في البولة، وهنزل بقى هنا من كل حاجة نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة من الملح، وهبدأ كمان نص معلقة من السبع بهارات، وعندي هنا نص معلقة من البصل البودر وكمان الثوم البودر، وعندي هنا معلقتين كبار من البقسماط الناعم، وعندي كمان هنا نص معلقة صغيرة من الماجي اللي هي بتيجي من عند العطار السايبة. وقلبي بقى يا ست كل التوابل دي مع اللحمه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بجد ريحتها رهيبه، وطبعا لو لاحظتوا هنا ما شاء الله الكميه دي ضعفت جدا معانا. بصوا هنا بقى قعدت طبعا كده اسمخ فيها بايديا لحد لما بقت معانا زي ما انتوا شفتوا كده، تقدر تتلم معايا كفته كده او تتشكل معايا اي تشكيل انا عاوزاه. طب هاتي بقى هنا يا ست كل الخضار بتاعك بالشكل ده. دايما بنعمل صينيه بطاطس، تعالوا بقى النهارده نغير شويه. بصوا بقى عندي هنا كوسه، طبعا الكميه اللي انت عاوزاها نص كيلو، كيلو ده كان نص كيلو من الكوسه. تمام، هاخده اقطعه كله بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبدا هنا كمان هقطع عليه بطاطسايه واحده بس. طبعا هنا بقى يا بنات الخضار بالنسبه لكم اختياري، يعني اي كميه انت تفضليها واي كميه تحبيها واي نوع خضار انت تحبيه في اللي انا حطيته ده كله. وممكن كمان تحطي بقى فاصوليا خضراء وتحطي بسله وتحطي جميع الخضروات اللي انت بتحبيها. الوصفه دي بجد رهيبه. هتجيبي كمان هنا جزرايه حلوه كده وهتبداي برضو تقطعيها بالشكل ده. هقطع بقى زي ما انتم شايفين كل الخضار هنا بتاعنا، زي ما انتم شايفين كده قطعت الكوسه وبطاطس وجزر، وهقطع كمان هنا فلفل الوان مع كده قرن فلفل كده حامي زي ما انتم شايفين او اخضر يعني زي ما انتم حابين. تمام، وهتقطعي كل الفلفل اللي عندك، الفلفل الالوان بالشكل ده اصفر بقى واحمر واخضر، وتبداي تحطيه على الخضار. طبعا يعني تخيلوا كميه ان شاء الله العناصر الغذائيه اللي في كميه الخضار بتاعنا ده. تمام، ده غير كمان ما في اللحمه بروتين، يعني انت خدتي لاولادك وانت كمان استفدتي بوجبه غذائيه كامله متكامله وبربع كيلو بس من اللحمه المفرومه. طب هنيجي بقى هنا على الخضار بتاعنا كمان ببصلايه حلوه كده، هقطعها شرايح بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. التقطيع هنا برضو اختياري ليكم، اي تقطيعه كده بالشكل ده كله جوليان يا بنات. وكمان عندي هنا طماطمايه كبيره او حبيتين من الطماطم يكونوا متوسطين، وبرضو هتقطعيهم بالشكل ده كده شرايح، وكل ده على الخضار بتاعنا بالشكل ده. ما شاء الله الكميه طلعت معانا كميه حلوه جدا. وزي ما قلت لكم الخضار هنا اختياري بجد تحفه. جربوا الكوسه بالطريقه دي يا بنات هتعدمدوها، ولو ولادك مش بياكلوا الكوسه هيحبوها بالوصفه دي. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك اللي هتحضري فيها الوصفه، وهنبدا ننزل بقى بالخضار المشكل بتاعنا ده كله ونحطه في الصينيه بالشكل ده. هاتي بقى هنا يا ست الكل، طبعا نتبل بقى الخضار بتاعنا. نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من السكر، هتدينا تيست حلو جدا. وكمان عندي هنا ربع معلقه صغيره من المرق زي ما قلت لكم اللي هي الفوريه اللي بتيجي من عند العطار، وكده فص ثوم كبير
جرجير مفروم. حلو كده على الخضار. وكمان هحط هنا معلقتين كبار من الصلصه زي ما انتم شايفين كده. وهنبدا بقى نقلب كل المكونات دي في بعض كده زي ما انتم شايفين. عندك هنا كوبايه بقى شوربه مثلا متشاله عندك في التلاجة على جنب، هتبداي تاخدي كوبايه وتحطيها. ما عندكيش، انا كده كده حاطه شوربه اللي هي المرقه الفوريه، هبدا هنا احط ايه كوبايه ميه كده بس عشان تسوي معانا بقى الخضار، لان كمان الكوسه بتنزل ميه كتير. هبدا هنا زي ما انتم شايفين كده تبلت كل الخضار بتاعنا بالشكل ده وفرشته في الصينيه. وهننزل بقى بصوابع كده الكفته بتاعتنا بالشكل ده. هنا اللحمه بتاعتنا بقى اللي احنا عملناها مع بعض، عايزه اقول لكم بجد خطيره وكانت ريحتها تحفه. هبدا هنا اشكلها بالشكل ده. طبعا اي شكل انت حباه، حابه تعمليها على شكل كور زي كده، حابه تعمليها على شكل برجر، حابه تعمليها على شكل صوابع كفته، براحتك خالص. تمام. هنا خلصت كل الكميه ما شاء الله. ربع كيلو اللحمه المفرومه عمل معانا كميه قد ايه قد ايه، فعلا اكله وفيره وجميله جدا. هبدا هنا عندي حوالي 3 4 معالق من الزيت كده، سرسوب بس صغير كده من ازازه الزيت على الوش. تمام، لان كمان اللحمه هتنزل العصاره بتاعتها والدهون بتاعتها. زي ما انتم شايفين بقى كده. هاخدها بقى بالشكل ده واغطيها بالورق الفويل او باي غطا عندك، وهحطها في الفرن في الرف الاوسط لمده ربع ساعه. اول ما تستوي معانا هشيل ورق الفويل وتاخد لون تحت الشوايه، وهتطلع بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. زي ما انتم شايفين كده عسل وزي الزبده. طيب لو عايزه تحطيها على النار من فوق عشان تنجزي، هتحطيها 10 دقايق على النار من فوق، وبعد كده هتشيلي الورق الفويل وتدخليها تحت الشوايه تاخد لون على طول. وده اللي انا عملته على فكره. تمام كده زي ما انتم شايفين هنا ما شاء الله شكلها، ولا عايزه اقول لكم ريحتها بجد كانت قلبه الدنيا. والخضار زي ما انتم شفتوا كده دايب دوب، البطاطس والكوسه. تعالوا بقى نشوف كمان اللحمه بتاعتنا بجد دايبه دوب، ولا ريحتها تحفه بجد. زي ما انتم شايفين هنا اهو، جميلة جدا. ان شاء الله هتجربوها بالطريقة دي وبجد بجد هتعجبكم. غيروا في الوصفات يا جماعة وفي الاكلات. صينية الخضار بالكفتة دي بجد حاجة تانية، هتعتمديها في عزوماتك، في الوجبات بتاعتك للولاد. قد ايه كلها عناصر غذائية زي ما قلنا، فيها الخضروات، فيها اللحمة بروتين، وكمان عملنا كده شوية رز ابيض بقى بجد تحفة. اتمنى منك يا قمر لو استفدتي النهاردة من الوصفة بالله عليكي ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو ومتابعة في الصفحة لو مش متابعيني. بحبك في الله، مع السلامة.